السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعين قناة أبو هذال إعجام المنوعة. العراقيين أهل الغيرة، أهل الشهامة، أهل النخوة، العراقيين ولد الملحة، أولاد علي بن أبي طالب الكرار، يمدون جسر المساعدات أوله في الشام وآخره في بغداد. وإن شاء الله نبقى إحنا إخوان، العرب كنا إخوان إن شاء الله، والعراق واقف لكل الدول العربية رغم الظروف الصعبة ورغم ارتفاع الأسعار والدولار بالعراق، لكن الحمد لله. شوفوا النخوة العراقية والغيرة العراقية، هذول أولاد الملحة، هذول العراقيين اللي ما ينسون إخوانهم من زمن الحروب مع إسرائيل ولغاية اليوم. الجيش العراقي كان دائما سباق في كل المواقف، والآن في الكارثة اللي يمر بها أخواننا السوريين أيضا. شوفوا هذا الجسر اللي بدايته بالشام ونهايته في بغداد ومستمر، وإن شاء الله نستمر للأخير، وكنا أخوان إن شاء الله. وأترككم تشاهدون هذه المناظر التي والله تقشعر لها الأبدان. شوفوا النخوة العراقية، شوفوا الشهامة، شوفوا المواد اللي توصل إلى أخواننا السوريين. احنا ما يعني بس نفتخر انه احنا باخوتنا وشهامتنا، وانما هم احنا اهلنا، احنا مودين الاهلنا مو الناس غربة، ومو نريد نمدح بارواحنا. هذول ابطال العراق، شوفوهم، شوفوا ابطال العراق شو يسوون بكل المواقف، هم السباقين. والله يستر عليهم ويرجعهم بالسلامة، والله يحفظ كل اخواننا السوريين، وان شاء الله ما يشوفون اي شر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، كل يعني اللي راحوا، اللي ماتوا بالزلزال إلى رحمة الله، واللي الجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله. وهذول أولادنا، شوف أكراد عرب كل العراقيين ساهموا بهاي الفزعة العراقية. هاي احنا بالعراق نسميها فزعة عراقية. والنعم من أولادنا وأبطالنا هذول العراقي. شوف العدد ما إلى نهاية، عينك وما تمد إلى آخر بغداد، تلقى هذا المدد الواصل إن شاء الله إلى إخواننا السوريين. نشكر كل من ساهم، الحكومة والشعب وكل من ساهم هذا الإنجاز، هذا ما أعرف إيش أعبر عنه والله. الله يحفظ الجميع إن شاء الله، وما نشوف أي مكروه، لا إحنا ولا كل إخواننا المسلمين والعرب إن شاء الله. في أمان الله.